اهلا وسهلا فيكم حبايبي، وان شاء الله تكونوا بالف صحة وبالف خير. اليوم ان شاء الله رح نعمل مع بعض صينية بطاطس مع الدجاج بالصلصة. ان شاء الله الطريقة هيك تكون سهلة عليكم، وانا هعملكم اياها خطوة خطوة وبالتدريج زي ما عودتكم. واليوم انا طلعت اتمشيت في منطقة اسمها سيدي بشر. طلعوا على جمال البحر وجمال منطقة سيدي بشر، أنا هلا رح أصور لكم إياها. بصراحة أنا بحب كل مرة أتمشى في منطقة جديدة عشان أصور لكم. اللي لفت نظري اليوم في الطلعة هاي، كان قدامي بيمشي أب مع ابنه، والظاهر الولد زعلان شوية، فكان الأب بيقول له يعني بصراحة كان كل كلامه حكم. كان إلي الخاطر أقول له يعني ما شاء الله عليك. كان بيقول له إنه ما تزعلش، وإنه الدنيا هتلف تلف، ولو عدى سنين ربنا هيرجع لك حقك، وهيرجع لك حق كل كلمة وحشة كده اتقالت في ظهرك وهي ما حصلتش. هيرجع لك حق كل حاجة وجعتك، حتى بعد ما تكون انت نسيت الوجع ده ونسيت الموضوع ومش في دماغك. فبيقول له سلم كل حاجة لربنا وانسى، وتأكد انه ربنا مش بينسى. يعني هو كده ريح ابنه وقال له ما تشغلش بالك، وربنا هيجيب لك حقك لحد عندك. يعني قعد يراضي ابنه بأحلى كلام، انه ربنا مش هيضيع حق حد. وبصراحة يعني من طريقة كلامه هيك وسرده للكلام، كان إلي خاطر أقف وصوره. على قد ما كان كلامه حلو، وقديش بيحب ياخد ابنه كده حبة حبة وبيرضيه. بصراحة دور الأم والأب ما بينتهيش، احنا دايما بحاجة لنصيحتهم ولحكمتهم، وإنهم يعرفونا أغلاطنا ويحطونا على الطريق الصح. هلأ رح نخلص مشوارنا ونرجع لطبختنا، ويلا تعالوا معايا. مكونات أكلتنا لليوم كتير كتير سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. عنا بطاطا وبصل وبندورة. أنا هنا بقولكم البطاطا مقشراها ومقطعاها، ودجاج. ممكن تستبدلوا الدجاج بقطع لحمة، أو يمكن ما تحطوش خالص، يعني تعملوها بس خضار برضو بتطلع زاكية. علبة صلصة وزيت زيتون. ويلا نبدأ بالخطوات. هنسخن عندي الزيت، عبال ما يحمى الزيت رح نعمل التتبيلة. التتبيلة هتكون عندي بصل، لو احنا مستعجلين عليها وبدنا التتبيلة على طول طعمها يعني يصير مع او يتعشق في الاكل، هنحط بصل كتير ونطلع ميته. مية البصل هي اللي بتثبت النكهة. زي ما انتوا شايفين عندي هنا بحط 3 حبات بصل، بقطعهم بحطهم في الكبة. هنا بحاول اعملكم صورة يعني قريبة وصورة بعيدة، مع الثوم، وبفرمهم فيها لحد لما نصل للقوام هذا. وبعدين هنا بفرج بعد ما نفرم البصل، هنا بيكون الزيت عندي سخن، وبلش اقلي البطاطا راح اقليها نص قلية، يعني بس انه ادوب هتتحمر وهرفعها عشان تكمل باقي استواها مع الدجاج في صينية البطاطا. وهنا بحط اول وجبة. وهنا عندي حبة بندورة بفرمها او ببشرها عفوا على المبشرة، انا بدي اللبة من جوا، مش عايزة القشرة تبعتها، فببشرها على المبشرة. هنا عندي لب البندورة، بحط عليه معلقة او معلقتين من البصل والثوم اللي انا كنت عاملاهم بالكبة، مش كلهم، باخد جزء منهم. وبضيف لهم البهار عندي. عندي 7 بهارات وبودرة بصل وشطة وبابريكا، وعندي كمان رشة قرفة ومكعب ماجي انا هيك فرماه في ايدي. هدول كلهم البهارات بحطهم على اللب البندورة والبصل اللي موجود عندي في الطبق، وبأضيف عليهم معلقة ملح، لاني انا ما كنتش حاطة الملح، بضيف عليهم معلقة ملح. وكمان بحط عليهم هلا زيت زيتون ومعجون الطماطم. معجون الطماطم برضو كتير زاكي في الأكل، بيدي نكهة كتير مميزة، وبيثبت عندي نكهة كل التوابل اللي أنا حطيتها. الحلو في الأكلة هاي إنه مكوناتها موجودة في كل بيت، يعني البندورة والبطاطا والبصل لو حتى عملتيهم صومي بدون أي نوع بروتين برضو بيبقى طعمها كتير كتير زاكي. يعني زي كأنك بدل ما تحمري حبتين بطاطا أو تقليهم، يعني بتحطيهم هيك بتسبكيهم بشوية صلصة. وببلش احرك عندي التتبيله تبعتي. وهلا بمسك قطع الدجاج وبصير اضيف يعني افرك فيها التتبيله. قلت لكم هنا معلقه الصلصه بتدي طعم كتير زاكي. هلا بالنسبه للدجاج انا طبعا منضفاه وعنقعاه بمحلول الميه وملح وسكر وشويه خل. هذا اول غسله لإلهم. بعدين بشطفهم وبنقع مره تانية الدجاج بليمون
ودقيق وبس. عندي ينضف على الاخر بصفيه، وعملت هيك بالسكينة فيه ضربات علشان اقدر ادخل التتبيلة لجوا. وهنا بحاول اشيل كمان ساعات ازق الجلد تبعها واحط التتبيلة من جوا. وانا هنا كنت مستخدمة بس الوراك تبعت الدجاج اللي هي الوراك والدبابيس بس. وهنا برفع اول وجبة عندي من البطاطا وبحطها على صحن جنبي في ورقة المطبخ هذه عشان تمتص كل الزيوت اللي زيادة. وبحاول هيك لحد لما اشيلها كلها. هلا احنا وصلنا تقريبا لنص الفيديو، فاللي ضل يتابعني لهلا ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة وفعلوا زر الجرس عشان انا كل يوم او كل يومين بنزل فيديو جديد. وما تنسوش تكتبوا لي تعليق من تعليقاتكم الحلوة. هنا عندي هلا الصينية اللي راح اعمل فيها البطاطا، حطيت عليها شوية زيت. وهذه الحاجة البيضة اللي انا حطيتها هي لية خروف، انا كنت مسيحاها وحطاها في علبة. لو بتحبوا اقولكم كيف تسيح لية الخروف اكتبوا لي بالتعليقات. وبخليها اول ما عندي الزيت يقدح او يسخن معايا على طول بنزل بالبصل والثوم اللي كنت اساسا فرماه في الكبة اول خطوة. بهذا الشكل بحطهم وبخليهم يتقلبوا في الزيت. هلا هاي الطبخة ممكن تتعمل ني في ني، ان انا احط كل اشي ني واحط عليه الصلصة واحطها بالفرن، بس انا بحبها بالطريقة هاي اكتر. بس هلا عندي البصل دبل، راح انزل بقطع الدجاج واديه صدمة. هاي الخطوة كتير حلوة لانها بتدي الدجاج صدمة زي كأنه بيستوي معايا اسرع. لما احطه ني في ني بحسه بيطول معايا شوية. لما انا اقصد كلمة ني في ني، انا احط البصل بدون ما اقلبه وانزل عليه بالدجاج وانزل عليه بالبطاطا بدون ما اديهم اي تقليبه، يبقى كله فريش. واحط الصلصة المعجون الصلصة واسيبه يستوي بالفرن مع بعضه. بس انا بحبه بالطريقة هاي بيبقى اذكى، جربوها وقولوا لي ايش رايكم. هنا ببلش اقلب بقطع الدجاج عندي عشان تاخد يتحمر اللي عندي الوراك على الوجهين، اقلبهم. وبرضه زي ما قلت لكم لازم النار، بما اني انا مش راح احطها بالفرن، احطها على عين الغاز. لازم تبقى عين الغاز متوسطه الصينيه والحراره متوزعه بالتساوي. هلا انا عندي عشان اعمل صوص البندوره اللي هطبخ فيه جبت حبتين طماطم وقشرتهم عشان انا مش عايزه القشره تبعتها. وهلا راح اقطعها واعملها في الكبه. انا هنا كنت بتقاتل مع حبه الطماطم عشان مقشراها وانا لابسه جوانتي فبتتزحلق في ايدي. هلا قطعتها وزاد عندي شويه من التتبيله اللي انا كنت عاملاها. لو بتلاحظوا بالصحن الابيض ضل جزء من التتبيله اللي انا كنت بعمل فيها الدجاج، راح احطها كمان. واضيف على هذا الخليط راح احط كمان معلقه من معجون الطماطم عشان يكون عندي لون الصلصه احمر، يعني احمر غامق. راح احط معلقه هذا معجون هارفست، انا اكتر معجون طماطم بحب استخدمه. المعلقه منه بتدي نكهه ولون مش طبيعيين. هلا راح اضيف عليهم شويه مي واعملهم. هلا بعد ما عندي الدجاج هيك اخذ صدمه وعندي البصله كمان طريت اكتر وتغير لونها زي ما انتم شايفين، راح انزل هلا بقطع البطاطا. بديها كمان تقليبه اخيره. بحب دايما لما اسوي على الناحيه هاي، يعني اخلي العظم لبره. هلا راح انزل بقطع البطاطا اللي انا اساسا كنت قلياها. هلا في البطاطا إلها كذا نوع، يعني في بطاطا اللي هي تحت التحمير وفي تحت الطبيخ وفي اشي بتاخد كتير وقت على النار لما تستوي، وفي بطاطا بتستوي على طول. فلازم تعرفوا النوع اللي بتستخدموه عشان ما تتكسر معاكي او تتهري زيادة عن اللزوم وانتي بتطبخيها. وهلا راح انزل البطاطا واحاول انشرها في كل مكان في الصينية علشان ما يعني تتساوى في التوزيع بالشكل هذا. هلا بس انشرها كتير منيح راح انزل عليها بعصير البندورة اللي انا كنت عاملاه واضيف لها شوية مي واسيبها تستوي. لانه هاي الصينية انا عندي ملهاش غطا فراح اغطيها بقصدير. هلا رح تشوفوا في الفيديو هذا انا ما صورت ولا لحقت اخذ صورة ولا لحقت اصور وانا سكباها على السفرة. بعرفش كيف هيك التخمت مع جيتي محمد وكان معاه اغراض كتيرة والتهيت فيه وما صورتش باقي الفيديو. يعني اكلناها وبعد ما اكلتها تذكرت ان انا ما اخدتش الصورة الاخيرة. بس انتوا صرتوا يعني عارفين وضعنا. وهلا رح اكمل عادي
راح نخلص الفيديو وهي على النار، وبصراحة كان شكلها كتير كتير حلو. راح ضفت لها انا هلا ميه وراح اقلبها كتير منيح، وراح اغطيها بالقصدير. اخذت معايا تقريبا ساعه، ساعه الا ربع، وكانت مستويه، والبطاطا والدجاج كانوا دايبين دوب. والثوم اللي انا حطيته ادى كتير ريحه حلوه في الاكل وطعم كتير مميز. راح اغطيها بالقصديره، وزي ما قلت لكم راح اتركها تقريبا ساعه الا ربع ساعه بالكتير، وكانت مستويه. لو بدك تحطيها بالفرن حطيها، بس هي هيك بتستوي. لو ساعة التحمير ممكن تنزليها على الشواية شوية تديها وجه. هلا انا هنا بغطيها معاكم وبرجع لكم بعد ساعة بكشف عليها. طبعا الريحة بتبقى خيالية، شوفوا كيف الريحة، يا سلام، يا ريتكم تدوقوا معايا. هيك احنا بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسوني من تعليقاتكم الجميلة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.